عمرك شفت مطعم او كافيه مليان ناس وقررت تدخله من غير ما تسأل حتى على المنيو ولا على الاسعار؟ او شفت طابور طويل قدام محل وحسيت ان المكان ده جامد ولازم تدخله؟ في تجربه اتعملت في جامعه ليدز، حطوا اتنين من نفس الاكشاك بيبيعوا نفس المنتج بنفس السعر، واحد فاضي والتاني قدامه طابور كبير من الناس. النتيجه، الناس اتجمعت على الكشك اللي فيه طابور كبير حتى من غير ما تعرف المنتج او حتى تاخد بالها منه كويس. ده اسمه في علم النفس سوشيال بروف، او الدليل اللي انت بتاخده من الجماعه او الناس اللي حواليك. فدماغك متبرمجه تقول لك لو في ناس كتير مهتمه بالحاجه دي يبقى اكيد الحاجه دي تستاهل. عشان كده كتير من العلامات التجاريه بيحرصوا جدا انك تشوف الزحمه او الارقام الكبيره. ممكن ده يبقى في اول يوم افتتاح مثلا، او في عداد موجود على الموقع بيعد الناس اللي اشترت، او حتى في عرض تقييمات المنتج في اي اعلان بيعملوه. كلها اشارات بسيطه لكن دماغك بتقراها كاثبات ان المنتج ده او المكان ده فعلا كويس ويستاهل التجربه. الموضوع مش بس في المطاعم، ده حتى في السوشيال ميديا. لما تشوف بوست عليه لايكات كتيره جدا دماغك بتميل اكتر انها تصدقه وحتى كمان تتفاعل معاه. الخلاصه ان الاوقات مش احنا اللي بنختار، احنا بس بنمشي مع اللي اختاروا غيرنا. سلام.